مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ ازيكم يا لوليز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هقول لكم ازاي تقدروا تجمعوا الزينه الرمضانيه بشكل مجاني 100%. فتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ازاي تجيبوا كل انواع الزينه المجانيه، سواء كانت على الحيطه او كانت اكل او ان شاء الله فوانيس. فيلا نبدا. واول حاجه معانا هي الزينه اللي متعلقه زي ما انتم شايفين كده في السقف. تعالوا اقول لكم ازاي تجيبوها. اول حاجه هنفتح المصمم وهنختار دي، بعد كده هاوسز دي يعني البيوت، وهننزل تحت خالص ونختار اللي هي يونيك النجمه، وبعد كده تختاروا وينتر اوف جوي، وهتنزلوا كده لحد ما توصلوا هنا، وهتجيبوا اللزق وكمان المقص، وهتجيبوا كمان اللي هي الصندوق اللي فيه حاجات شبه السجاد، وكمان اللي جنبها اللي هي الاضواء. خلونا دلوقتي نشوف ازاي نقدر نعمل زينه بيهم. اول حاجه هنجربها يعني احنا هنمسك اللزق وهنطلع من الأضواء دي واحدة وهنمسكها مع اللزق. وترى ايه رأيكم؟ هنحتاج نعمل أول شكل. ترى ايه رأيكم؟ بجد شكلها فظيع. تعالوا بقى علشان خاطر نعلقها وهوريكم شكلها. وجيت هنا علشان اوريكم ازاي شكلها. بجد شكلها فظيع جدا ومديني الجو الرمضاني جدا. ودلوقتي هنجرب التانية، ان هي هنمسك المقص وهناخد من دي وهنمسكها كده. وترى ايه رأيكم؟ هناخد اخر شكل اللي هو ده. ترى بجد تعالوا عشان خاطر لازم بجد تشوفوا شكلها. نعلقها كده. بس بجد ايه رأيكم؟ بجد زينة شكلها فظيع، وبجد دي كلها زينة رمضانية مفيش احلى منها. خلونا بقى دلوقتي نشوف ايه اللي بعده. ودلوقتي هقولكم ازاي نقدر ان احنا نجمع الهلال اللي فوق ده. وهنفتح المصمم ونطبق نفس الخطوات. هنيجي هنا هاوسز البيوت وتختاروا يونيك اللي هي النجمة، بعد كده هنختار بامكن بارتي وهننزل تحت خالص وهنجيب البتاع اللي هي مليانة ورق دي. بعد كده هننقل على الوينتر اوف جوي وهنيجي هنا وهنختار المقص. وتعالوا اقول لكم ازاي هنستخدمها. اول حاجة هناخد المقص كده زي ما انتوا شايفين وهنطلع ورقة من هنا وهنمسكها كده. وترى هي دي الحاجات اللي هتطلع لنا. وهنختار اول شكل اللي هو الهلال. ايه رأيكم؟ بجد شكلها فظيع جدا، وتقدروا تحطوها في اي حتة انتوا عايزينها في البيت عندكم. انا عن نفسي حاطة 2 عند مكان التصوير بتاعي. وكده يا لوليز نكون خلصنا جزئية التزيين اللي بيكون على الحيطة او الحاجات اللي متعلقة وكده. ايه ده، انتوا جيتوا؟ اكيد جايين عشان نكمل التجميع بتاعتنا لحاجات رمضان، وجايين عشان تعرفوا ازاي نجيب التمر العسل ده. تعالوا بقى عشان اقول لكم ان ده احسن تمر في افاتار كلها. فاول حاجه هنفتح المصمم وهنختار ايه البتاعه دي وهنختار هاوسز البيوت. بعد كده هنيجي على نجمة يونيك وهنيجي على الوينتر اوف جوي وهنجيب البتاع اللي هي بنعمل فيها تغليفات الهدايا، وهناخد اي حاجة عشان نغلف فيها الهدية. وهتاخدوا الحاجة اللي طلعتوها وتغلفوها في هدية، وهتاخدوا الهدية دي معاكم. يا ترى هنروح على فين؟ وهنيجي هنا في المدينة العادية على مكان التخييم، وهنيجي عند الراجل ده علشان نديله الهدية. وهنفتح الحركات وهنعمل اول حركة. وهيدينا الهدية دي. خلونا نفتحها. ملناش دعوة بهذا الشيء، خليه معاه. احنا عايزين التمر بتاعنا. بجد ده احلى تمر شفته في حياتي، حلو جدا والشياكة والاناقة بتاعت الالوان الرمضانية. بجد متحمسة جدا لرمضان وان انا اشوف المنظر اللي انا هيكون بجد خطير كاجواء وكزينة وكعبادات وككل حاجة. اللهم بلغنا شهر رمضان. خلينا دلوقتي نروح عشان نشوف ازاي نجمع بقية الحاجات. الله يا سلام على الفراخ اللي ماما عاملاها لنا في الفرن. خلونا بقى نقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا الفراخ التحفه دي علشان رمضان، لانها هتكون جميله قوي في العزومات الرمضانيه.
فأول حاجة هنفتح التليفون العزيز بتاعنا وهنختار هنا كأننا هنطلب دليفري، فهنقوم رايحين على الحيوانات. أيوة الحيوانات ما تستغربوش، وهنيجي عند الأكل وهننزل كده وهنجيب اللي هي الزرعة اللي تحت دي وهنطلب منها ونستنى الأوردر بتاعنا إنه يوصل. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده وصلني الاوردر. فدلوقتي اول حاجة هنعملها ان احنا هنحمر الفراخ دي، هروح اوديها في الفرن وارجع لكم تاني. ورجعت لكم مرة تانية. اول حاجة هنعملها ان احنا هنطلع الاكل اللي هو ده، خلي بالكم ما بيتاكلش لان هو من عند اكل الحيوانات، بس هو شكله حلو فاحنا هنحطه خلاص. المهم هنحطه بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، نحطه بالشكل ده وهناخد الفراخ ونحطها هنا. ايوه بجد شكله خطير وتحفة، كأننا كده طالبين بقى فراخ كده اوردر. بصوا فظيعة، كأننا كده رايحين شاوينا فراخ بقى انتوا فاهمين بقى. فدي هتكون بجد تحفة للعزومات الرمضانية. بتمنى انكم كلكم تعملوا الوصفة دي وتوروها لنا في العزومات بتاعتكم. استني يا عالية، في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ كنت بقول للمتابعين ازاي نقدر نجيب الفراخ التحفه اللي انت عملتيها لنا يا ماما. تمام يا حبيبتي، ما قلتش حاجه، بس هو رمضان يبقى ايه اول يوم فيه لو ما كانش فيه محشي؟ قولي لهم ازاي نقدر نعمل وصفه المحشي الخطيره اللي معايا دي. ايوه صح يا ماما، انا نسيت خالص، كويس انك فكرتيني. ريحته تجنن. وطبعا كتير مننا بتكون اول اكله ليه في رمضان بتكون محشي وبط وحاجات كتير كده، فطبعا لازم نعمل في عزومتنا الرمضانيه في افاتار ان يكون عندنا محشي. تعالوا اقول لكم ازاي تجيبوا المحشي الخطير ده. اول حاجه هنحطها في بوكس المحشي ان احنا ناخد نفس الخس ده تاني، هناخده معانا وهنيجي زي ما انتوا شايفين كده على المترو، وهنيجي هنا زي ما انتوا شايفين كده عند الآلة بتاعت الشراء، وهناخد 4 من الشوكولاتة الخضرة دي. اياكم تاخدوا الشوكولاتة اللي جنبها، لازم ناخد الخضرة دي ونطلع منها 4 او على حسب الكمية اللي احنا عايزينها من المحشي. وطبعا منسيتش الصينية اللي هنحضر فيها الوجبة بتاعتنا. دلوقتي هنطلع الخس بتاعنا وهنطلع منه 2 عشان خاطر نرصهم في الصينية ونشيلهم تاني، ونبتدي نرص المحشي كده زي ما انتوا شايفين في الصينية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين المحشي بتاعنا عبارة عن شوكولاتة، زي ما قال الشاعر محشي شوكولاتة. تمام، شايفين كده نحطها كده، وبس كده نكون جبنا احلى محشي لرمضان. ودلوقتي هنعمل حاجة يعني انا لسه مكتشفاها فلازم اقولها لكم برضو، ازاي نقدر نجيب سمبوسك او سمبوسة، شوفوا بتسموها ايه عندكم. وكمان مش هنسى اعمل لكم الحاجات اللي انتوا كنتوا طالبينها، اقول لكم ازاي نجيب برضو كنافة. ولو عايزين برضو فكرة القطايف فانا الصراحة ما اعرفش، فلو حابين تعرفوا ازاي القطايف بتتعمل ممكن تشوفوا فيديوهات تانية عشان انا ما اعرف. فاول حاجة هنيجي هنا وهناخد التوست من هنا في السوبر ماركت. نيجي هنا عشان ناخد البيض من عند البيض وكمان الخضروات. فهناخد التوست بتاعنا الجميل ونطلع منه قطعة، وهناخد بقى زي ما انتوا شايفين كده بيضة ونفقشها ونحطها على التوست، وترى طلعت لنا سمبوسك. وخلونا نعمل 3 تانيين ببقية البيض اللي معانا. هناخد التوستاية وهنفقش بيضة وهنحطها على على التوست زي شايفين كده، وترى سمبوساية تانية. والمرة التالتة والمرة الأخيرة هنعمل كده، نفقش بيضة ونحطها على التوست، وبس كده نكون عملنا صينية سمبوسة. وبس كده بتمنى ان وصفة السمبوسك تكون عجبتكم. تعالوا بقى عشان اقولكم ازاي تحصلوا على الكنافة اللي كل الناس بتدور عليها. هنروح عند مطعم المكرونة وجبت معايا طبق علشان خاطر نحط فيه الكنافة. هنيجي هنا في اخر مطعم المكرونة وهنفتح الدرفة وكده نكون لقينا الكنافة زي ما شايفين كده، بأسهل طريقة وأحسن طريقة عشان خاطر تلاقوا بيها كنافة. هندوس على واحدة منهم ونحط في الطبق
وكده نكون جبنا احلى كنافة واحسن كنافة في افاتار. بتمنى بجد انها تكون عجبتكم، لانها الطريقة الوحيدة اللي نقدر نجيب بيها كنافة، وهي اصلا شكلها شبه الكنافة الحقيقية. طبعا بقى لو حابين تحطوا اضافات، مثلا عايزين تحطوا بقى شوكولاتة وكده، تقدروا تروحوا عند مكان الايس كريم وتجيبوا من هناك بقى النكهات وتحطوها على الكنافة. ودلوقتي جت الجزئية المنتظرة، وهي تجميعة الفوانيس وبقى الحاجات التانية زي الهلال وحاجات تانية كتير بجد تحفة، وازاي تجيبوا كاسات وكده. ودي طبعا الجزئية اللي هي بتاعت التزيينات، بس مش اللي بتتعلق، لا الحاجات اللي هي الديكوريشنز اللي بنحطها في البيت. فخلونا نشوف ازاي نقدر نجيب احلى فوانيس. واول فوانيس معانا هتكون هنا من الباقات. هننزل تحت خالص وهنختار باقات ال AW Pass، وهنقلب كده لحد ما نوصل جولاي. زي ما انتوا شايفين كده هو ده اللي هي باقة اللافلي لانترنز، وهنعمل لها كده ريسيت عشان ناخدها مرة تانية، وخلونا نستلمها. وزي ما انتوا شايفين كده هتجيلنا في المكان ده. خلونا نفتحها. واو بجد يا جماعة، بصوا انا ده اكتر فانوس بعشقه، لان هو بجد كبير وجميل قوي. طبعا له نفس الحركات بتاعه الفانوس اللي انا ماسكاه دلوقتي، ويعني بجد خطير يا جماعة. انا بجد بحب الفوانيس دي قوي. شوفوا كمان الوان واشكال واحجام، يعني كل حاجة ممكن انكم تفكروا فيها بصراحة. فقمة الشياكة والأناقة. دلوقتي بقى هقولكوا ازاي تجيبوا الفانوس اللي هو ده، عشان ده انا ماسكاه بصراحة من الصبح، وهو من فوانيسي المفضلة بصراحة. وهقولكوا ازاي تجيبوا اكتر من 3 منه، يعني مش بس واحد، لا اكتر، بتاع 3. فتعالوا بقى عشان اقولكوا ازاي تجيبوه. واول مكان معانا هيكون في المزرعة في منطقة الزراعة، وهناخد الفانوس اهو اول قطعة معانا من الفوانيس، عشان زي ما قلتلكوا هجيب لكم منه بتاع 3. ودلوقتي خلونا نروح عشان اقولكوا ازاي تجيبوا 2 كمان منه. ولو جينا هنا في الناحية التانية من نفس المكان هنلاقي فانوس تاني، او زي ما شايفين نسخة متطابقة، يعني لو لخبطناها ما نقدرش نعرف انهي واحد اللي جبناه الاول. ودلوقتي هنروح عشان خاطر نجيب التالت منهم. انتوا شايفين كده عند المزرعة اللي فيها الفراخ وكمان البقر، وادي معانا الفانوس التالت. وكده كون جمعت معاكم 3 فوانيس من المزرعة، وكلهم امامير طبعا، هما ال3 شكل بعض. بس بقى عشان لو عوزتوا تحطوا نفس الفانوس في كذا حتة في بيتكم، يعني مثلا تحطوا واحد مثلا في اوضتكم، وتحطوا واحد في المطبخ، وواحد مثلا في الليفينج مثلا، او في اي اوضة تانية انتوا تحبوها. وبس كده يا اصدقائي، نكون وصلنا لاخر الفيديو. احلى لوليز، ونكون جمعنا لرمضان اكلات، تمر وزينة، فوانيس، وكل حاجة ممكن انكم تتوقعوها، وجمعنا سوا حاجات ما تتجمعش في اي قناة تانية. ورمضان كريم علينا وعليكم. وبس كده، باي باي يا احلى لوليز.